بيبدأ المسلسل مع شيخ اسمه سليمان، وبنشوفه في لقاء تلفزيوني والمذيع بيسأله عن الكتاب بتاعه الأخير اللي بيتكلم فيه عن الشيطان، وبيبقى شايف إن اللي يقرأ الكتاب هيتأكد إن الشيطان فعلا موجود وعايش وسط البشر. فبيرد عليه الشيخ إن الشيطان فعلا موجود ووارد إنه يبقى معاهم في نفس المكان وهم مش شايفينه. فبيسأله المذيع جاب الثقة دي منين؟ فبيشرح له الشيخ إن الناس أحيانا ما بيتفقوش على وجود شيء غير مرئي، وبعد ظهور الحضارات والديانات نشأ صراع، وبعض الناس كانوا شايفين ان الشيطان ده مجرد خرافة، لكن الشيطان موجود ومسمياته بتختلف بس اعماله بتدل عليه. والناس اتهموا علم الروحانيات بانه خرافة، بس بعد تطور العلوم بقى معروف ان في نوع من العلوم اسمه علم ما وراء الطبيعة. وفي نفس الوقت بنشوف واحدة اسمها جينان في الجامع بتدعي ربنا يحفظ لها عيلتها وولادها، وبتطلب من ربنا يرزق ابنها مراد بزوجة بنت أصول ما تكونش طمعانة في ماله. وبنعرف إن جينان عايشة في بيت كبير ومعاها ولادها، مراد اللي بيدير الشركة بتاعت والده، وخالد الابن الأصغر، وزينب وزوج بنتها زينب اللي يبقى ابن أختها وبيشتغل شرطي واسمه فارس، وعندها حفيدة اسمها درة. وبتخرج جينان من الجامع وبتقابلها سائلة وبتطلب منها تساعدها لأنها معاها أطفال أيتام، لكن جينان بتنفعل عليها لأن كل المتسولين بيستخدموا الأيتام حجة عشان يسألوا الناس، وبترفض تساعدها وبتسيبها وبتمشي. لكن فجأة بيظهر عليها التعب، وبتخرج جينان وهي تعبانة جدا، وبتقابلها بنت اسمها مروة وبتعرض عليها انها توصلها بعربيتها. فبتقولها جينان ان ابنها خالد معاها وهيجي عشان ياخد العربية، لكن بتكتشف انها نسيت تليفونها في العربية وما بتقدرش تتواصل مع خالد. فبتصمم مروة توصلها وبتأكد لها انها زي والدتها الله يرحمها، وبتسألها جينان هي بنت مين، فبتبلغها مروة انها من عيلة عنبر. فبترحب بيها جينان وبتأكد لها ان اهلها كانوا تجار محترمين وكل الناس عارفاهم. وبنفهم ان عيلة مروة كلهم ماتوا في حادثة غامضة. وبتوصل جينان مع مروة للبيت وبتشكرها لانها اهتمت بيها ووصلتها، وبتطلب منها تدخل معاها عشان تقدر تقدم لها واجب مقابل اللي عملته. فبتعتذر مروة وبتقول لها انها لازم تمشي لانها عندها شغل، وبتطلب منها جينان تديها رقمها لانها نسيت تليفونها في العربية. فبتكتب مروة رقمها في ورقة وبتديه لجينان وبتأكد عليها انها ممكن تكلمها في اي وقت. وبتدخل جينان البيت وبتستقبلها زينب، فبتشتكي لها والدتها من اخوها خالد اللي نسيها في الشارع ومشي، وبتطلب منه تكلمه وتعرف هو فين. فبتتصل زينب بخالد وبتبلغه ان والدته وصلت البيت، وبتكلفه يجيب درة من المدرسة تعويض عن اللي عمله في والدته. وبعدها بنشوف الشيخ سليمان وهو راجع بيته، وبيظهر انه باب بسيط ومتواضع، ولما بيدخل الباب بيخبط، فبيتعصب الشيخ وبيطلب من اللي بيخبط عليه انه يمشي بسرعة. وبيتفاجئ لما بيشوف رسالة تحت الباب وبيكتشف انها رسالة تهديد بعد الكلام اللي قاله في اللقاء. وبنرجع وبنشوف زينب وهي بتسأل والدتها عن اللي حصل معاها وازاي قدرت تيجي البيت لوحدها. فبتحكي لها والدتها انها لما خرجت من الجامع تعبت جدا، وشافتها بنت وساعدتها ووصلتها لحد البيت. فبتلومها زينب لانها سمحت لبنت غريبة توصلها، وبتحذرها انها ممكن تبقى مجرمة او بتراقبها. فبتطلب منها والدتها تهدى، وبتقول لها انها اخيرا لقت عروسة لمراد، وبتسألها لو تعرف بيت عنبر. فبتقول لها زينب انها بتسمع عنهم، فبتبلغها والدتها ان بنتهم هي اللي وصلتها للبيت. فبتستغرب زينب لانها عارفة ان بيت عنبر كلهم ماتوا في الحادثة، فبتأكد لها والدتها ان بنت عنبر هي اللي وصلتها. وبتبدأ توصفها وبتبقى شايفة انها بنت جميلة ومحترمة. فبتترجاها زينب ما تورطش نفسها مع مراد لانها اخر مرة رشحت له واحدة صاحبتها وهو احرجها. فبتتريق عليها والدتها لانها حاسبة صاحبتها واحدة ست، وبتأكد لها ان في فرق كبير بين صداقتها وبين مروة. فبتقول لها زينب ان بيت عنبر مشهورين باخلاقهم بين الناس، بس بتترجاها تسيب مراد يختار بنفسه. فبتطلب منها والدتها انها ما تتدخلش، وبتأكد لها انها تقدر تقنعه. وفي اللحظة دي بيوصل مراد وبتشاور له زينب ان والدته جايبه له عروسة، فبيحاول يتهرب ويخرج مرة تانية، لكن والدته بتبقى مصممة تتكلم معاه، وبتحذر زينب من انها تدخل، وبتأكد لمراد انها مش طالبة منه غير طلب واحد صغير، بكرة يبقى موجود على الغدا عشان عازمة ناس مهمين وعايزاه يشوفهم. فبيوافق مراد وهو متردد، وبيبقى عايز والدته بس تبطل تكلمه في الموضوع ده. وبالليل بنشوف عيلة مراد متجمعين، وبيوصل فارس وبتبلغه خالته انها لقت عروسة لمراد. فبيأكد لها فارس ان ده خبر جميل، بس بيبقى عايز يعرف رأي مراد. وبتتدخل زينب وبتقول لهم انه اكيد هيعمل معاها زي ما عمل مع صديقتها. فبيتريق عليها فارس لانها حاسبة صديقتها بنت جميلة، وبيأكد لها مراد ان صديقتها هي اللي خلته ياخد موقف من الجواز. وفي الوقت ده بتقرر جينان تتصل بمروة عشان تعزمها على الغدا وتشكرها على اللي عملته معاها. فبتحاول مروة تعتذر، لكن في النهاية بتوافق وبيظهر انها سعيدة،
وبتدخل لبيتها اللي بيبقى واضح انه مهجور. وتاني يوم بتوصل مروة لبيت مراد وبتستقبلها والدته وزينب اللي بتشكرها على اللي عملته مع والدتها. فبتأكد لها مروة ان اللي عملته هو الواجب، لانها شافت جنان تعبانة واتعاملت معاها كأنها والدتها. وبتستأذن منها جنان تدخل المطبخ، ولما بتدخل بتبقى متضايقة ان مراد اتأخر عن الميعاد. فبتفكرها زينب انها قالت لها ان مراد هيحرجهم، وبتأكد لها ان مروة جميلة فعلا زي ما هي كانت بتحكي عنها. فبترد عليها جنان ان اخوها هيضيع البنت دي من ايده بسبب تصرفاته، وبتقرر تتصل بيه عشان تستعجله. وبتتعصب عليه وبتأكد له انها مش عايزة تعرفه تاني لو احرجها واتأخر عن الغدا. لكن مراد بيعتذر لها وبيطمنها انه في الطريق وخلاص قرب يوصل. وبعد شوية بيوصل فارس وبتستقبله زينب وبتلومه لانه اتأخر. فبيأكد لها فارس ان اخوها اكيد هيعمل زي كل مرة ويرفض العروسة. لكن زينب بتطمنه ان البنت المرة دي شكلها جميل ومثقفة واكيد هتعجب مراد، وبتبلغه انها من عيلة عنبر. وفي اللحظة دي بتنادي عليه جنان وبتعرفه على مروة. وبيدخل خالد اللي بيبقى متعمد يحرج والدته وبيسأل مروة لو هي العروسة. فبتحاول جنان تغير الموضوع وبتقول لمروة ان خالد كل تصرفاته كده لانه اصغر واحد في العيلة. وبعد شوية بيبدأ فارس كلام مع مروة وبيقول لها انه يعرف عمها الصغير. فبتأكد له مروة ان عمها رائد معروف لان عنده مصانع اسمنت كبيرة. فبيرد عليها فارس ان حتى والدها كان معروف بين الناس لان كان عقليته التجارية قوية ويعتبر اول واحد استثمر في البورصة. فبتقول له مروة انها فاكرة انه في اليوم ده كان فرحان جدا وكان شايف انه هيقدر يخدم بلده. فبيستغرب فارس وبيقول لها ان والدها لما بدأ استثمار في البورصة كان لسه ما اتجوزش. فبتحس مروة بالاحراج وما بتقدرش ترد عليه، وبيقطع كلامهم لما الزهرية بتقع وبتتكسر فجأة. وبعدها بتحاول مروة تتجاهل فارس وبتتكلم مع درة عشان ما يرجعش يسألها مرة تانية. وفي اللحظة دي بيدخل مراد وبتعرفه والدته على مروة، وبيظهر انه معجب بيها من اول نظرة. وبعد شوية بيتجمعوا على الغدا وبيسأل مراد مروة هي بتدرس ايه. فبتقول له انها ماجستير إدارة أعمال من جامعة بغداد. فبيبدأ مراد يغازلها بشكل لطيف وبيقول لها جامعة بغداد جميلة. وبتظهر السعادة على والدته لما بتحس ان في قبول بينه وبين مروة. وبعد الغداء بنشوف جنان وهي بتلوم مروة لانها ما اكلتش كويس. فبتأكد لها مروة ان الاكل كان جميل وهي اكلت على قد ما تقدر. فبيتدخل فارس وبيسأل مروة اهلها ماتوا ازاي. فبتتوتر مروة وبتقول انها ما بتحبش تتكلم في الموضوع ده، وبتقول لهم انها لازم تمشي لانها اتأخرت. فبيحاول مراد يقنعها تفضل قاعدة معاهم شوية، وبتقولها جنان انها سعيدة جدا بزيارتها ليهم. فبتشكرها مروة وبتطلب منها تسمح لها تطلب تاكسي عشان تمشي. فبتستغرب جنان وبتسألها عن عربيتها. فبتقول لها مروة انها سابتها عند البيت. فبتقترح عليها ان مراد يوصلها. فبتقول لها مروة انها مش عايزة تزعجه، لكن مراد بيأكد لها انه مش هيقدر يكسر كلام والدته. وبالليل بنشوف مراد وهو بيوصل مروة وبيقرر يسألها ليه واحدة في جمالها ما اتجوزتش لحد دلوقتي. فبتقول له مروة انها كانت مخطوبة لابن عمها، ولما حصلت الحادثة اللي ماتوا فيها اهلها الموضوع اتأجل. وفجأة بتظهر واحدة شكلها غريب وبتبدأ تخبط لهم على العربية، وبيبقوا مش فاهمين عايزة منهم ايه. فبيقرر مراد يهرب منها لما بيحس ان مروة خايفة. ولما بيوصلوا لبيت مروة بيبقى مستغرب انها عايشة في المكان ده لوحدها، وقبل ما بيمشي بيطلب منها انهم يفضلوا على تواصل. وبيرجع مراد البيت وبتبقى والدته مستنياه عشان تعرف رأيه في مروة. فبيبلغها انه موافق، بس الاول لازم يتأكد من رأي البنت فيه. فبتطلب منه والدته انه يسيب الموضوع ده عليها. فبيتدخل فارس وبيبقى شايف انهم مستعجلين لانهم الاول لازم يسألوا عن البنت ويعرفوها اكتر. فبترد عليه جنان انه مش لازم يبقى محقق حتى في الموضوع ده، وبتقول ان مراد وصل البنت لقصر عنبر وطلعوا عارفين اهلها كويس. فبيسألهم مراد هو دلوقتي المفروض يعمل ايه. فبتطمنه والدته انه مش مطلوب منه يعمل حاجه لان هي اللي هتخلص له كل شيء. وبعد فتره بنشوف زينب ووالدتها في حفله زواج مروه ومراد، وبتروح جنان لمروه وهي سعيده جدا وبتأكد لها انها كانت تتمنى تعملها فرح كبير، بس هي اللي اصرت ان الحفله تبقى صغيره في البيت. فبتقول لها مروه ان هي كمان كانت بتتمنى ان فرحها يبقى فرح كبير واهلها يبقوا معاها. فبتأكد لها جنان انها مقدره ظروفها وبتترحم على عيلتها، وبتطلب مروه من جنان ما تخليش حد يصورها لانها مش بتحب التصوير. فبتستغرب جنان وبتقول لها انها فهمت رفضها للفرح الكبير وما رضيتش تجيب شبكه ذهب، بس الصور هتبقى تذكار ليهم ولولادهم. فبتطلب منها مروه ما تضغطش عليها، وبتوافق جنان وبتقول لزينب تنبه على صاحبتها ما حدش فيهم يصور العروسه لانها ما بتحبش التصوير. وبعد شويه بيدخل مراد وبيسلم على عروسته وبيأكد لها انه لما كان بيفكر في الجواز كان متخيل انه هيتجوز جواز تقليدي، بس لما شافها اقتنع بالحب. فبتقول له مروه ان لما اهلها ماتوا هي اتكتب لها عمر جديد، ودلوقتي بس عرفت ان هو عمرها الجديد والعوض اللي ربنا بعته لها. وبتطلب منه يبقى زوجها واهلها وصديقها ويفضل طول الوقت ساندها، وبتطلب منه
يسلم لها روحه. فبيأكد لها مراد انه موافق يسلم لها روحه وعمره وكل اللي بيملكه في الدنيا. وفي الوقت ده بنشوف درة وهي بتبعد وبتقرر تصور مروة، وفجأة بتفصل الإضاءة وبتختفي مروة من على الكرسي بتاعها. وبتلاحظ درة إن مروة في الصورة شكلها مرعب، فبتقرب منها وبتصرخ في وشها. وبترجع الإضاءة وبيتفاجئ مراد إن مروة في مكانها، ولما بيسألها هي كانت فين بتأكد له إنها ما اتحركتش. وبتروح زينب ووالدتها عشان يطمنوا على درة، وبيبقوا مستغربين إنها بتتعش من الخوف. وبالليل وبعد ما أهل البيت كلهم بيناموا بيظهر إن في طيف غريب بيتجول في البيت، وبيسمع خالته صوت خبط، ولما بيقوم بيشوف القطة بتاعته وبيفتكر إن هي اللي عملت الصوت. وبعدها بنشوف درة وهي بترسم الشكل المرعب اللي شافته في الفرح، وفجأة بيبقى في حد بيحاول يفتح الباب، فبيظهر عليها الخوف وبتحاول تداري وشها. ولما بتدخل الشيطانة لغرفتها بتجري بسرعة وبتستخبى في السرير. وبعدها بيشوف مراد عروسته مروة بشكل مرعب، وبيصحى من النوم وهو مخضوض، فبتعتذر له مروة لأنها خوفته وبتقوله إن شكله هو نايم جميل جدا. فبيحاول مراد يهدى وبتطلب منه مروة يخرجوا يفطروا مع أهله، فبيقول لها إن هما المفروض يجيبوا لهم الفطار. فبتقول له مروة إنها تتكسف من والدته زينب، وبيقول لها مراد إنه سعيد جدا لأنه أول مرة يصحى وهي معاه. وبيحكي لها إنهم لازم يتكلموا مع بعض أكتر عشان كل واحد منهم يعرف التاني بيحب إيه وبيكره إيه. فبتأكد له مروة إنها بتحب اللي هو يحبه وبتكره اللي هو يكرهه. وبعد شوية بتطلع زينب مع والدتها وبيوصلوا الفطار لمراد، وبيطلبوا منه إنه يفطر وينزل يقعد معاهم هو وعروسته. وبتنزل جينانا عشان تفطر مع ولادها، وبتطلب من خالد ياخد باله من تصرفاته عشان زوجة أخوه لأنها تعتبر بنت غريبة عنهم ولازم يحترم وجودها. وبتبلغه إنه لازم الأيام دي ياخد باله من إدارة الشركة بتاعتهم لحد ما أخوه يرجع للشغل. وبعدها بنشوف زينب وهي بتحاول تقنع درة تطلع معاها عشان تغير هدومها وتلبس فستانها الجديد. وفي اللحظة دي بتدخل مروة مع مراد وبيظهر الخوف على درة وبتحاول تتحمي في والدتها. فبتسأل مروة مالها درة، فبتقول لها زينب إنها مكسوفة منها. وبتدخل مروة وبتسلم على جنان وبتسأل على اللي بيحصل مع درة، وبتقترح عليهم إنها تطلع وتحاول تبقى صاحبتها. وبتدخل مروة لغرفة درة وبتلاحظ إن درة بتحاول تبعد عنها، فبتطلب من زينب تسيبهم مع بعض. ولما بتخرج زينب بتمسك مروة ايد درة وبتحاول تقرب منها، وبيظهر إن درة خايفة منها جدا، لكن مروة بتهمس لها بكلام غريب. وفجأة درة بتضحك ضحكة مرعبة، وبتنزل مروة ومعاها درة وبتقول لهم إنهم خلاص بقوا صحاب. وبالليل بنشوف درة وهي خارجة من غرفتها وكأنها مسلوبة الإرادة، وبتنزل وبيقابلها مراد وبينادي عليها لكنها بتتجاهله وبتنزل لمخزن البيت. وبينزل وراها وبيتصدم لما بيشوفها بتاكل القطة وشكلها مرعب جدا، فبيبدأ ينادي على خالد أخوه، وبينزلوا كلهم على صوت مراد وهو بيصرخ اللي بيقول لهم إن درة جوه وبتاكل القطة. ولما بيدخل فارس بيتفاجئ إن مفيش أثر لأي شيء، لكن مراد بيبقى متأكد من اللي شافه وبيقسم لهم إنه ما كانش متخيل. وبعدها بيطلعوا كلهم لغرفة درة وبيكتشفوا إنها نايمة في غرفتها ومش ظاهر عليها أي حاجة، وبيتجمعوا كلهم في صالة البيت وبيحاول مراد يقنعهم باللي شافه، وبيظهر إنهم مش قادرين يصدقوه. فبيقرب مراد من درة وبيسألها لو كانت نزلت وشافته لما كان بينادي عليها، لكن درة بتأكد له وهي خايفة إنها ما سمعتش حاجة. وفي الوقت ده بتنزل مروة وبتسألهم هم متجمعين ليه، فبتطلب جنان من زينب تاخد درة وتوديها أوضتها، وبتطلب من مراد يطلع غرفته مع زوجته. وبعدها بنشوف مراد وهو مصدوم وبيأكد لمروة إنه شاف درة بتمشي وهي نايمة ونزلت المخزن وكانت قاعدة بتاكل القطة. فبتحاول مروة تهديه وبتقول له وهي متوترة إن هي كمان صحيت عشان تدخل الحمام وشافت درة خارجة من أوضتها. فبيتأكد مراد إن اللي شافه ما كانش تهيؤات، وبيلومها لأنها ما قالتش الكلام ده قدام أهله. فبتعرفه مروة إنها ما كانتش تقدر تحرج أهله وتقول الكلام ده. فبيسألها لو درة كانت في غرفتها أمال القطة فين، فبترد عليه إن القطة ممكن تبقى مستخبية في أي مكان في البيت، وبتقترح عليه إنه ينام عشان يرتاح والصبح يشوفوا الموضوع. والصبح بتنزل مروة مع مراد وبتستقبلها جنانة وبتطلب منها تدخل معاها المطبخ لأنها مش عايزاها تبعد عنها. فبتستغل مروة فرصة إنها مع جنان لوحدهم وبتبدأ تشككها في علاقة زينب بدرة، وبتقول لها إن هرمونات الحمل أكيد مأثرة على زينب ومخليها بتعامل البنت بطريقة قاسية. فبتستغرب جنان لأنها عمرها ما لاحظت كده، فبتطلب منها مروة تحاول تتكلم مع زينب وتطلب منها تبطل تعامل البنت بطريقة قاسية. وبعدها بتدخل زينب وبتتعمد مروة تسألها عن درة وبتطلب منها تخليها تنزل تفطر معاهم، فبتقولها زينب إنها في غرفتها نايمة وده أحسن. فبتبص مروة لجنان عشان تثبت لها كلامها. وبعد شوية بتدخل مروة لغرفة درة وبتقرب منها وبتسألها هي بتحب مين أكتر، والدها ولا والدتها.
فبتجاوبها درة انها بتحب الاتنين، لكن مروة بتأكد لها انهم مش بيحبوها، ولما هيجي المولود الجديد هياخد مكانها وهي هتترمي في الشارع. فبتتضايق درة وبتقول لها ان والدها ووالدتها بيحبوها، فبتأكد لها مروة انهم مش بيحبوها، وبتحذرها من الكلام ده حد غيرهم يعرفه، وبتهددها انها لو اتكلمت مع حد هتقتل اهلها كلهم. وفي الوقت ده بيدخل المساعد لمكتب فارس وبيبلغوا ان كل الملفات الخاصة بحادثة عيلة عنبر اختفت. فبينفعل فارس وبيسأله من الشرطي اللي كان مسؤول عن القضية، فبيرد عليه المساعد ان الشرطي علي هو اللي كان مسؤول عن القضية. فبيقرر فارس يكلم علي وبيبلغه انه بيكلمه عشان يسأله عن قضية عنبر. فبيقول له علي انه ما عندوش اي معلومات، وبيطلب منه يقدم طلب للمسؤولين الاكبر منه لو عايز يعرف حاجة عنهم. فبيستغرب فارس لان علي مش عايز يتكلم، وكمان ملفات القضية اختفت. فبينصحوا علي يبعد عن القضية دي، لكن فارس بيطلب منه يتكلم معاه ويحكي له لو في ناس تقيلة هي اللي ورا ضياع الملفات. فبيأكد له علي انهم لو ناس تقال كان هيبقى مقدور عليهم، بس اللي ورا الموضوع ده حاجات كبيرة هو ملوش دخل بيها، وبيترجى يخرجه بره الموضوع ده، وبيأكد له انه قدم طلب نقله لمنطقة بعيدة بسبب القضية دي. فبيطلب منه فارس انهم يتقابلوا، لكن علي بيأكد له انه لو عايز يقابله بخصوص الموضوع ده فطلبه مرفوض، وبيترجاه مرة تانية يخرجه من الموضوع وبينهي المكالمة. وبالليل بنشوف مراد وهو بيتعشى بره مع مروة اللي بتحاول تقنعه يروح يسكن معاها في بيتها، لأنها مش عايزة توصل لمرحلة إن أهله يتضايقوا من وجودها. فبينفعل مراد وبيأكد لها إن البيت بيت والده وهو كبير البيت، وبيسألها لو زينب ضايقتها. فبتقوله مروة إن زينب بتحبها بس مش عايزة تحس إن وجودها بيضغط عليها وعلى زوجها. فبيعرفها مراد إن زينب وفارس عندهم بيت، ولو حبوا يخرجوا من بيت العيلة ويروحوا له في أي وقت محدش هيمنعهم. فبتقوله مروة إنها لاحظت الطريقة القاسية اللي بتتعامل بيها زينب مع درة، وبتأكد له إن طريقتها دي هي السبب في اللي بيحصل للبنت. فبيستغرب مراد لأنهم عمرهم ما شافوا زينب بتعامل بنتها بشكل وحش، لكن مروة بتقوله إن ده أكيد مش هيحصل قدامهم، وبتفهمه إن المولود الجديد لما هيجي أكيد هياخد كل الاهتمام من درة، وده أكيد اللي خلاها تعمل اللي عملته في القطة. بس مراد بيطلب منها ما تتدخلش وتسيبه هو يتصرف مع أخته. وفي اللحظة دي بتظهر الصدمة على مراد لما بيشوف الست المكذوبة، وبيشاور لمروة اللي بترجع تبص له مستغربة وبتسأله في إيه. فبيتفاجئ مراد إن المكذوبة اختفت في لحظة، ولما بترجع مروة البيت بتدخل لغرفة زينب وبتحكي لها إن مراد متضايق من وجودهم، وبيقول إن وجود فارس مأيده وعايزهم يروحوا بيتهم. فبتستغرب زينب لأن مراد عمره ما لمح لكده، فبتحاول مروة تستعطفها إنها مش عايزة تعمل مشاكل مع مراد لأنهم عرسان جدد، وبتأكد لها إنها بتعتبر فارس أخوها. واتضايقت لما مراد اتبلى على درة وقال إنه شافها وهي بتاكل القطة والحاجات الغريبة اللي كان بيقولها، وبتحلفها مرة تانية ما تزعلش منها ولا تقول لحد إنها اتكلمت معاها. وبعدها بتنزل زينب وهي متعصبة وبتسألها والدتها عن درة، فبتأكد لهم زينب إنها مستغربة لأنهم بيسألوا عن درة مع إنهم متضايقين منها، وبتقول لهم إنها هتفضل عايشة في بيت أبوها، ولما بتمشي بتبقى جنان مستغربة ومش قادرة تفهم اللي بيحصل. فبتتدخل مروة وبتهديها وبتقول لها إن زينب حامل وأكيد الحمل مأثر عليها، وكمان زوجها طول اليوم في الشغل وده مخليها عصبية وهم لازم يبقوا جنبها ويساندوها. وبعد شوية بيخبط خالد على غرفة مروة وبيطلب منها تقنع مراد يديله مفاتيح العربية بتاعته عشان عايز يخرج. وفي اللحظة دي بيوصل مراد فبيستأذنهم خالد وبيرجع لأوضته، وبيسأل مراد عن السبب اللي خلى خالد يجيلهم الغرفة. فبتحاول مروة تشككه في أخوه وتقنعه إنه كان بيغازلها، وبتترجاه ما يتخانقش مع أخوه لأنها مش عايزة مشاكل. فبيتعصب مراد وبيروح لغرفة خالد وبينفعل عليه وبيأمره إنه لو عايز أي حاجة يطلبها منه ما يتكلمش مع مروة تاني مهما حصل. وبعدها بنشوف علي وهو بيكلم الشيخ سليمان وبيقول له إنه خلاص تعب وعايز يتكلم. فبيحذره الشيخ سليمان وبيطلب منه يتماسك لأنه لو اتكلم ممكن الجن يصفوه. فبيأكد له علي إنه خلاص تعب وبقى عايش طول الوقت في رعب بعد ما ابنه اتخطف. فبينصحه الشيخ سليمان يحاول يختفي فترة لحد ما يلاقي له حل. وبيقرر بعدها علي إنه يتواصل مع فارس، ولما بيتصل بيه بيخرج فارس عشان يرد عليه، فبيطلب منه علي يتقابلوا في أقرب وقت. وفي اللحظة دي بيتفاجئ فارس لما بيحس إن في طيف خارج من غرفة بنته وبيجري على السلم، وبيدخل عشان يطمن على درة وبيكتشف إنها نايمة. فبيكمل كلامه مع علي اللي بيترجى يحاول يجي يقابله حالا بس بشرط محدش يعرف عن المقابلة دي. فبيطلب منه فارس يفهمه هو عايزه في ايه، فبيبلغه علي انه لو مش هيجي دلوقتي مش هيقدر يقابله بعدين لانه عايزه في مسألة حياة او موت. وفي الوقت اللي بيخرج فيه فارس من البيت بيظهر ان مروة بتراقبه، ولما بتتأكد انه خرج وكل اللي في البيت نايمين بتنزل وبتقابل درة. وفي الوقت ده بتصحى زينب من نومها مخضوضة وبتتفاجئ ان الكهرباء بتفصل وبترجع، وفجأة بتسمع صوت مخيف بينادي عليها وبيقول ماما.
ولما بتتلفت بتشوف درة وهي شكلها مرعب وعينيها لونها متغير. وبعد شوية بتتغير ملامح زينب وبيظهر إن الروح الشريرة قدرت تتمكن منها هي كمان. وعلى الناحية التانية بتظهر الروح لعلي وبيظهر إنه مرعوب جدا. وفي الوقت ده بيوصل فارس وبيبدأ يدور على علي، وبيوصل الشيخ سليمان وبيكتشف إن علي اتقتل وعينيه اتقلعت من مكانها. وبيفاجئوا فارس وبيبقى متخيل إن هو القاتل. وبنرجع وبنشوف زينب وهي بتطارد درة وبتحاول تقتلها، فبتصرخ درة وجدتها وخالها بيصحوا وبينزلوا وبيتفاجئوا لما بيشوفوا والدتها بتحاول تقتلها. وبتتدخل مروة وبتشيل درة وكأنها بتحميها. وبيحاول مراد يسيطر على زينب وبيقدر يقرب منها ويوقع السكينة، فبتقرب منها مروة وبتطلب منها تصحى، فبتسترد زينب وعيها وبتبقى مش فاهمة هي فين وبتعمل ايه. وبعدها بنشوف فارس وهو بيهدد سليمان بالسجن وبيطلب منه يتكلم ويقول هو مين، فبيأكد له سليمان انه لازم يسيبه يمشي لانه مش هيقدر يفهم، وبيوعده انه هيرجع له ويفهمه كل حاجة بعدين. وبيحاول يهرب لكن فارس بيهدده بالرصاص وبيوقفه. وعلى الناحية التانية بنشوف مراد وهو مكتف زينب ورافض يفك ايديها بعد اللي شافه. وبينزل خالد وهو مش فاهم اللي بيحصل وبيحاول يفكها، فبيتدخل مراد وبيمنعه. فبتتعصب زينب وبتأكد لهم انها مستحيل تأذي بنتها، وبتأكد لهم مروة ان زينب تعبانة ومضغوطة بسبب الحمل. فبيحاول خالد يتواصل مع فارس وبيظهر انه متعاطف مع اخته ومش مصدق اللي حصل. وفي الوقت ده بينفعل مراد وبيسألهم هو كان المفروض يعمل لها ايه لما شافها بتحاول تقتل بنتها. فبترد عليه زينب بانها عارفة اللي هو عايز يعمله فيها. وفي اللحظة دي بتتوتر مروة وبتخاف ان زينب تتكلم وتقول اللي هي وصلته لها، وبتقرب منها وبتسألها هي كانت عايزة تعمل ايه في درة. فبتأكد لهم زينب انها مش ممكن تضر بنتها، وبتطلب جنان منهم انهم يفكوا ايدين بنتها، وبيزيد التوتر بينهم. فبتبدأ زينب تصرخ. وفي الوقت ده بنشوف سليمان وهو بيترجى فارس يسيبه لان اللي حصل ده كان طقوس اول مرة يشوفها، وبيأكد له انه لو قبض عليه مش هيستفاد حاجة، بالعكس هيأخره على مساعدة الناس. بس فارس بيبقى مصمم وبيفهمه ان دي جريمة قتل، وبيكلم المساعد بتاعه عشان يجيب دورية الشرطة. وفي الوقت ده بيقرر مراد يكلم فارس وبيلومه لانهم بيتصلوا بيه ومش بيرد. وبيسمع فارس صوت صراخ زينب وبيحاول يفهم اللي بيحصل، فبيطلب منه مراد يجي بسرعة لان البيت كله في خطر بسبب زينب. وبيرجع فارس البيت وهو بيجري وبيتصدم لما بيشوف زينب متكتفة، فبيأكد له مراد انه لو كان موجود كان هيعمل كده بنفسه. فبيحاول فارس يفهم الموضوع وبيقرب من خالد وبيطلب منه يحكي له اللي حصل، فبيأكد له خالد انه ما شافش حاجة واتفاجئ لما نزل وشافهم رابطين زينب. فبينفعل مراد وبيلوم فارس لانه مش مصدقهم، وبيأكد له انهم لو ما عملوش كده كان ممكن زينب تأذي بنتها وتأذيهم. فبينفعل فارس لان مراد بيحاول يقنعه ان زينب مجنونة وبيطلب من خالته تسيبه مع زوجته. فبيتضايق مراد وبيسيبهم وبيخرجوا كلهم وراه. وبيقرب فارس من زينب اللي بتترجاه يخرجها من البيت ده ويرجعوا بيتهم، لكن فارس بيحاول يهديها وبيطلب منها انها ترتاح وتنام. وتاني يوم بيبدأ فارس تحقيق مع الشيخ سليمان وبيسأله هو ليه قتل علي. فبيأكد له سليمان انه ما عملش كده، وتقرير الطب الشرعي بيثبت كلامه لان علي مات الساعة 3:15 وهو وصل هناك الساعة 4. وبيطلب منه يتأكد من المكالمات اللي كانت بينهم، وبيفهموا ان علي هو اللي كلمه لانه كان عايزهم يتقابلوا، وبيبلغوا ان ملف قضية عيلة عنبر معاه في التليفون وعلي هو اللي اداله الملف ده. وبعد شوية بيبدأ فارس يراجع ملف قضية عنبر وبيبقى مستغرب ان الأدلة بتقول ان العيلة كانوا بيتعشوا عادي وفجأة ماتوا من غير أسباب، ومفيش أي شبابيك أو أبواب مكسرة، والأم اختفت وملهاش أثر، وبيبقى شاكك إن الأم هي المسؤولة عن الجريمة. فبيفهموا سليمان إن التقرير بيقول إن اللي ماتوا كلهم ماتوا من الخوف، ودي نفس الطريقة اللي مات بيها علي. وبيطلب فارس من سليمان يفهمه اللي بيحصل، فبينصحوا سليمان إنه يعيش الواقع عشان يقدر يحل اللغز، وبيأكد له إن ملف القضية كان هو السبب في موت علي. فبيستغرب فارس وبيسأله إزاي وهو جاب له الملف وما حصلوش حاجة. فبيفهموا سليمان إن في فرق بينه وبين علي. وفي الوقت ده بتدخل جينان لغرفة زينب وبتسأل خالد ايه اللي حصل لاخته. فبيحكي لها خالد انه سمع صوت صراخ زينب، ولما دخل عليها الحمام لقاها بتترجف وبتقول انها شافت دم وحاجات غريبة. فبتأكد له جينان ان اللي بيحصل لاخته ده مش طبيعي، وبتبقى شايفة ان الناس اكيد حسدوهم من بعد ما ابنهم اتجوز من عيلة عنبر، وبتبقى شايفة ان الناس ممكن يبقوا بيحاولوا يأذوهم وحد عامل سحر لزينب. فبيحاول خالد يقنعها انها تبطل تفكر بالطريقة دي، وبيبقى شايف ان اخته محتاجة لدكتور. فبتطلب منه والدته يسيب لها هي الموضوع ده وما يتدخلش. وبيطلع خالد وبيتفاجئ لما مروه بتنادي عليه وبتحاول تعتذر له عن اللي حصل، وبتأكد له انها ما قالتش حاجه لمراد، بس هو طول الوقت بقى عصبي. فبيفهمها خالد انه مش زعلان منها، وبيطلب منها ترجع اوضتها عشان لو مراد شافه ما تحصلش مشكله جديده. وقبل ما بيمشي
بيطلب منها تتعرف على حبيبته رنا عشان تقوله رأيها فيها، لأنه مش عايز ياخد خطوة جد غير لما يتأكد من شخصيتها الأول. وبيطلب منها إنهم يخرجوا يقابلوها في مطعم، بس لازم مراد يبقى عارف. وبعد شوية بنشوف خالد وهو بيوصل مروة للمطعم وبيعرفها على رنا، وبيقرر يسيبهم لوحدهم. وبتبدأ مروة تتكلم مع رنا وبتأكد لها إن خالد بيحبها وطول الوقت بيتكلم عنها، وبتفهمها إنها تعتبرها أختها وصديقتها، وعشان كده لازم تعرفها المشكلة اللي عند خالد. وبتقولها إن شخصيته ضعيفة لأنه أصغر واحد في البيت وما بيقدرش يتكلم مع والدته في أي حاجة. فبتستغرب رنا لأنها عارفة علاقة خالد بوالدته. وبتكمل مروة كلامها وبتحكي لرنا إن جينان بالنسبة لها المركز الاجتماعي المهم، وخالد حكى لها إنه بيحب بنت من أسرة بسيطة. وبتأكد لها إنها بتفرق بين ولادها لأنها بتحب مراد الولد الأكبر أكتر من خالد. وبتفهمها إنها بتقول لها كده عشان تنورها وتعرفها على عيلة خالد أكتر. فبتأكد لها رنا إنها دلوقتي هتفكر تاني في موضوع ارتباطها هي وخالد. وبيظهر على مروة الانتصار، وبتسألها رنا عن الطريقة الغريبة اللي عيلتها ماتت بيها، وبتبقى مستغربة إن محدش على السوشيال ميديا اتكلم عنها. وبتسألها كمان عن والدتها اللي اختفت، فبتأكد لها مروة إن والدتها ماتت، وبتوعدها هتتكلم معاها في الموضوع ده وقت تاني لأنها النهاردة جاية تكلمها عن علاقتها هي وخالد. وبترجع مروة للبيت وبتكتشف إن مراد مستنيها وهو متعصب، وبيسألها هي كانت فين، فبتقوله إنها كانت مع خالد بتقابل رنا حبيبته. فبيتعصب أكتر وبيسألها هي ليه ما قالتلوش قبل ما تخرج، فبتأكد له إن خالد هو اللي طلب منها ما تقولوش، وبتترجى ما يتخانقش مع أخوه لأنها كانت بتحاول تصلح علاقتها بيه. فبينفعل مراد وبيروح لغرفة خالد وبيتخانق معاه لأنه حذره يتكلم مع مروة تاني. وفي اللحظة دي بتدخل جنان وبتسألهم عن اللي بيحصل، فبيأكد لهم خالد إنه طلب من مروة تخرج معاه عشان تتعرف على رنا، وأكد عليها تقول لمراد. فبينفعل مراد وبيتهمه بالكذب، ولما بيزيد الخلاف بينهم بتوقفهم جنان وبتأمرهم ما يتخانقوش في وجودها. فبيتعصب خالد وبيسيب البيت وبيخرج. وبنرجع وبنشوف فارس وبيكمل تحقيق مع سليمان، وبيبقى مستغرب انه عايز يقنعه ان الجن هو اللي قتل عيلة عنبر، لانه عارف كويس ان الجن ما يقدروش يقتلوا. لكن سليمان بيأكد له ان الجن هم اللي عملوا كده، وبيطلب منه يخرجه من السجن ويرجعه البيت ويجي معاه عشان يثبت له. وبعد شويه بنشوف مروه هي بتعتذر لمراد لانها خرجت من غير ما تقول له، فبيأكد لها مراد ان الغلطه غلطه خالد لانه طايش ومحتاج تربيه من جديد. فبتسأله مروه هو لما خرج راح فين، فبيحكي لها انه راح لبيت المجذوبه اللي قابلتهم في السوق. فبتلومه مروه لانه ما سمعش كلامها وصمم يروح. فبيقول لها مراد وهو متوتر ان المشكله في اللي شافه لما راح، لانه لقى المجذوبه مقتوله بطريقه وحشيه وعينيها لبره، وبيفكر يبلغ الشرطه. لكن مروه بتنصحه ما يعملش كده عشان بيتهم ما يتهدش، وبتساله لو حد شافه هناك. فبيأكد لها مراد انه ما حدش شافه وعايز يحكي لفارس اللي حصل. لكن مروه بتنصحه ما يعملش كده عشان ما يورطش نفسه، لان فارس في الاخر شرطي واكيد هيدور ورا الموضوع، وبتوعده ان السر ده هيفضل بينهم. والصبح بيصحى الشيخ سليمان في اوضته وبيتصدم لما بيشوف الجن قدر يدخل برغم التحصينات اللي في الغرفه. فبيأكد له الجن ان التحصينات مش هتحميه منهم، وبيلومه لانه ما سمعش تحذيراتهم وراح يقابل علي وعايز يفضحهم، وبيهدده انه لو اصر يفضحهم ممكن يقتلوه. فبيتحدى سليمان وبيقول له انهم ما بيقدروش غير على ضعيف الايمان، وهو هيفضل وراهم لحد ما يفضحهم. فبيهددوا الجن بالقتل وبيوعده انه مش هيخليه يعرف ينام. وبعدها بيرجع الشيخ سليمان لوعيه وبيكتشف ان ورقه التحصين لسه موجوده في مكانها. فبيحاول يهدي نفسه وبيبدا يقرا قران عشان يحس بالامان. والصبح بيوصل الشيخ اسماعيل لبيت جنان عشان يعالج زينب، وبتستقبله جنان وبتوصله لغرفه بنتها. وفي اللحظه دي بتصحى مروه وهي حاسه بالخطر، وبتطلب من مراد يصحى ويشوف مين الغريب اللي في البيت. فبيسالها مراد هي عرفت ازاي، فبتاكد له مروه انها سمعت الصوت. وبيخرج مراد وبيكتشف وجود الشيخ اسماعيل، ولما بيدخل الشيخ لغرفة أخته بيحاول يفهم من والدته اللي بيحصل. فبتأكد له جنان إنها كان لازم تتدخل عشان تساعد زينب. وعلى الناحية التانية بنشوف الشيخ وهو بيقرأ قرآن وبيحاول يقرب من زينب، فبتكلمه زينب بصوت مختلف وبيظهر إنها عارفة اسمه وبتطلب منه يخرج من أوضتها. فبيسألها الشيخ عن اسمها فبتتعصب وبتطلب منه يخرج. ولما بيحاول الشيخ يقرأ عليها مرة تانية إيده بتترعش وما بيقدرش يسيطر على أعصابه. وبتشيل زينب العباية وبيشوف الشيخ شكلها وعينيها المرعبة، فبتمد ايديها وبتحاول تخنقه وكأنها بتتحكم فيه من بعيد. وبيخرج الشيخ بعد فترة وهو مرعوب وبينزف، وبيأكد لهم ان بيتهم فيه غيمة سودة، وبيشاور على جنان وبيتهم ان هي السبب. فبيحاول مراد يهديه عشان يفهم ايه اللي بيحصل، لكن الشيخ بيصمم يمشي. وبتدخل جنان وهي ملهوفة عشان تطمن على زينب. وفي اللحظة دي بتخرج مروة من غرفتها وهي باين عليها السعادة. وبنرجع وبنشوف زينب وهي بتسألهم ايه اللي حصل وفين الشيخ، وبيظهر انها مش فاكرة اي حاجة.
وبعد شوية بيوصل فارس لغرفة الشيخ سليمان، ولما بيدخل بيستغرب الطلاسم واللوحات اللي مالية الغرفة. فبيأكد له الشيخ إن كل حاجة في المكان ليها استخدام. فبيسأله فارس الحاجة اللي طلب منه يجي يشوفها، وبيأكد فارس للشيخ إنه كان متردد يجي. فبيسأله الشيخ متردد ولا خايف؟ فبيفهمه فارس إنه خايف وعايز يفهم الحقيقة. فبيوري الشيخ لوحة لناس مقتولين بنفس الطريقة، وبيأكد له إن ده الدليل. فبيشك فارس إن اللي عمل كده قاتل متسلسل، لكن الشيخ بيفهمه إن اللي عمل كده مش بشر أصلا، وطول الوقت بيحاول يخفي الأدلة عشان محدش يوصل للحقيقة. وفي اللحظة دي بتولع النار في اللوحة، وبيستغرب فارس وبيسأل الشيخ عن اللي بيحصل. فبيأكد له الشيخ إن ده اللي بيحاول يقنعه بيه طول الوقت، وبيسأله لو دلوقتي قدر يصدق كلامه. وتاني يوم بيوصل سليمان لمكتب فارس اللي بيأكد له إنه ما قدرش ينام بسبب الصور اللي شافها عنده. فبيطمنه سليمان إنه مع الوقت هيتكيف والصور دي مش هتأثر فيه. فبيقول له فارس إنه في بيته بدأت تحصل حاجات غريبة، وزوجته طول الوقت تعبانة، وبنته دايما خايفة وبتعمل تصرفات غريبة. فبيرد عليه الشيخ إن دي كلها أمور طبيعية، وبيصدمه فارس إن كل ده مرتبط بزواج ابن خالته من مروة عنبر. فبيشرح سليمان لفارس إن الكيان اللي بيراقب مروة وقتل عيلتها ممكن يبقى دخل بيتهم، وده معناه إن اللعنة اللي أصابت بيت عنبر ممكن تبقى اتنقلت لبيتهم. وبعد شوية بنشوف رنا وهي بتحاول تتصل بخالد، ولما ما بيردش عليها بتقرر تروح له بيته. ولما بتوصل وبتقابل جنان بتعرفها على نفسها وبتأكد لها إنها جاية تتكلم معاها في موضوع حساس ومش عايزة حد يعرف إنها جت. وبتصدمها إن مروة وجودها خطر عليهم، لأنها شايفة إنها عاملة لهم سحر واللي بيحصل لزينب بسببها. فبتنفعل جنان وبتسألها مين اداها الحق تتدخل في شؤون البيت ومشاكله، وبتفهمها إن البيت ليه خصوصياته ومش مسموح لحد غريب يتدخل بينهم. وبتأكد لها إن المشاكل اللي بين ولادها مصيرها تتحل، ومش مسموح لحد يتدخل بينهم لأن اللي بتقوله ممكن يتسبب في خراب البيت. وبتبقى مستغربة إنها جريئة بالشكل ده وقدرت تيجي البيت وتتكلم معاها وهي مش عارفاها ولا عارفة مين عيلتها. وبتقرر جنان تطرد رنا وبتأكد لها إنها مش مفروض تتدخل في أمورهم العائلية. وفي الوقت ده بيظهر إن مروة سمعت كل كلامهم وبتدخل أوضتها وبتبلغ مراد إن حبيبة خالد جت، وبتحذر والدته منها وبتقول لها إنها السبب في كل المشاكل. فبيغضب مراد لأنه كان ناوي يصالح خالد، وبيأكد لمروة إنه شاكك إن خالد هو اللي طلب من رنا تيجي وتتكلم مع والدته. فبتحاول مروة تقنعه إن خالد ملوش ذنب، ولما بيلاحظ مراد إنها بتدافع عن خالد بيتعصب أكتر. وبعد شوية بنشوف سليمان وهو بيدور في أوراقه وكتبه اللي بتتكلم عن الجن، وفجأة بيحصل عاصفة وبيتفاجئ لما بيشوف مروة داخلة أوضته وبتأكد له إن الحاجات اللي هو معلقها على الحيطان مش هتحميه منها. ولما بيحاول سليمان يقاومها بتهدده إنها تقتله، وبيحاول سليمان يمسك كتاب من كتبه فبتكتف إيده وبتقول له إنه من زمان بيدور على الطريقة اللي هيموت بيها ودلوقتي هيعرفها. فبيهددها سليمان إنها لو قربت منه هيحرقها. فبتبدأ تضحك بسخرية، وبياخد سليمان السيف اللي في اوضته واللي عليه تحصين من الجن، وبتختفي مروه وبيفضل صوت ضحكتها الشريره في الغرفه. وبعد شويه بيتصل فارس بسليمان وبيبلغه انه دور في الملفات اللي عندهم واكتشف ان والده مروه ماتت. ولما بيلاحظ ان صوته تعبان بيساله عن السبب، فبيبلغه الشيخ انه حصل معاه موقف غريب وشاف اللي بيدور عليها من سنين، وبيساله هو هيبلغ مروه باللي وصله ولا لا. فبيقول له فارس انه مش هيعمل كده لان البنت لسه عروسه وهو مش عايز يتسبب في حزنها، وخصوصا ان كل ما بيحاول يتكلم معاه في الموضوع بترفض. فبيأكد له الشيخ ان ده التصرف الاحسن، وبيوعده انه لما هيقابله هيحكي له كل اللي حصل معاه. وبعد شويه بتسمع زينب صوت خبط على الباب، فبتصحى وبتخرج عشان تطمن على درة، وبتكتشف انها مش موجوده في اوضتها. وفجأة بتظهر درة وبيبقى شكلها مرعب، فبتتخض زينب وبتقع على الارض وبتبدأ تنزف، وبيبدأ يظهر على زينب اعراض الولاده. ولما بتتأخر الدكتوره بتقرر جنان تدخل عشان تساعدها، وبتتصدم لما الجنين بينزل مشوه، وبتصرخ وبتنادي على اولادها اللي بيدخلوا وبيظهر عليهم كلهم الصدمه. وفي الوقت ده بنشوف الشيخ سليمان وهو بيدور في كتبه لحد ما بيكتشف ان اللي اتجسدت وجات له غرفته هي الجنيه اللي بيدور عليها من سنين واللي بتلعن اي مكان بتدخله. والصبح بنشوف مراد وهو بيحاول يواسي فارس ويعزيه لانه فقد ابنه، فبيأكد له فارس انه هيقدر على الصبر بس خاف على زينب لانها كانت بتحلم بالطفل وبتتمنى تجيب اخ لدرة. وبعدها بتتعمد مروه تقول ان المشاكل بدأت تحصل من بعد الشيخ ما جالهم البيت. فبيستغرب فارس لانه ما كانش عارف، فبيقول له مراد ان والدتهم هي اللي جابت الشيخ عشان يقرا على زينب، لكن جنان بتأكد لهم انها عملت كده لان ده التصرف اللي كانت هتعمله اي ام لما تشوف بنتها تعبانه. فبيسألهم فارس عن اللي حصل بعد كده، فبيقول له مراد ان الشيخ قال في غيمه سودا في بيتهم وخرج وهو مرعوب.
وبعد شوية بيوصل الشيخ سليمان عشان يقدم واجب العزاء لفارس، وبيدخل مراد وبيلاحظ إن والدته حزينة جدا، فبيطلب منها تتماسك. فبتأكد له جنان إن اللي حصل لأخته مش قليل، وفي اللحظة دي بتقرب منها مروة وبتترجاها تاخد بالها من صحتها لأنها ما صدقت إن ربنا عوضها بيها عن والدتها. وبنرجع وبنشوف سليمان وهو بيبلغ فارس إنه راح له القسم عشان يتكلم معاه، وهناك عرف بوفاة ابنه. فبيطلب منه فارس يقول له هو كان عايزه في إيه، فبيرفض سليمان وبيأكد له إنه دلوقتي لازم يرتاح ويتكلموا بعدين. وفي اللحظة دي بيسمع فارس صوت صراخ زينب، فبيستأذن الشيخ وبيطلع، وبيكتشف إن زينب بتهدد درة بالقتل وبتتهمها إنها السبب في موت أخوها. وبعد شوية بينزل فارس وبيعتذر للشيخ عن التأخير، فبيسأله سليمان عن الطفل اللي مات، فبيبلغه فارس إنه كان مشوه وشكله غريب. فبيظهر القلق على سليمان وبيأكد لفارس إن البيت فيه كائن غريب، وبيطلب منه يسمح له يتكلم مع خالته. وبتوصل جينان وبتسلم على الشيخ اللي بيأكد لها إن البيت فيه روح غريبة وغيمة سودة، واللي في دماغه لو طلع صح البيت كله هيبقى في خطر، وبينصحها تشغل قرآن دايما في البيت وتحصن ولادها. فبتأكد له جينان إنها دايما بتعمل كده، والمشاكل اللي بتحصل في بيتهم وارد تحصل في أي بيت، لكن الشيخ بيقول لها إنه مش أي بيت ممكن يتولد فيه مسخ. فبتأكد له جينان إن الجنين كان مشوه، وبتبقى مستغربة إن ده بيحصل مع بنتها بس مش معاها أو مع أي حد تاني. فبيأكد لها الشيخ إنه هيفهمها كل حاجة بعدين. ولما بتلاحظ جينان إن الشيخ مش بيقول كل اللي يعرفه، بتستأذنه وبتسيبه وبتدخل، وبيطلب فارس من الشيخ يفهمه اللي بيحصل. فبيأكد له الشيخ إنه هيشرح له كل حاجة لما يجيله بيته. وفي اللحظة دي بتدخل درة، ولما بتشوف الشيخ بيظهر عليها الخوف وبتجري منه. وبعد فترة بنشوف الشيخ سليمان وهو بيكتب على السيف اللي معاه، وفي الوقت ده بيوصل فارس وبيسأله هو كان عايز يقول له إيه لما راح له القسم. فبيسأله الشيخ عن مروة وسلوكها معاهم في البيت، فبيأكد له فارس إنها عادية، والمشكلة عند مراد لأنه اتغير من بعد الجواز وبيعمل تصرفات غريبة. فبيأكد له الشيخ إن زينب ودرة وفارس مصابين، وبيطلب من فارس يجيب له معلومات أكتر عن مروة لأنهم اتأكدوا إن الأم ماتت وهي مفيش عنها أي معلومات أو صور. فبيبلغوا فارس إن مروة ما بتحبش تتصور، وبيأكد له إنه هيجيب له عنها كل المعلومات لما يرجع لمكتبه. وبيسأله عن سبب خوف درة لما شافته، فبيقول له الشيخ إنه مستعد يشوفها عشان يفهم اللي حصل لها. فبيطلب منه فارس إنه يرجع معاه البيت دلوقتي عشان عايز يطمن على بنته. وبيوصل الشيخ سليمان مع فارس للبيت، ولما بيدخلوا غرفة درة بتنهار وبتطلب منه يخرج الشيخ بره. فبيحاول فارس يخرج الشيخ، لكن الشيخ بيأكد له إن بنته متلبسة شيطان ولازم يتدخل عشان ما يخسرهاش. وبيقرب الشيخ من درة، فبتظهر عليها أعراض غريبة، وبتقدر تبعد الشيخ وتتنقل في الغرفة بشكل غريب. فبيقدر الشيخ يسيطر عليها وبيبدأ يقرأ عليها قرآن، وبينهار وبيأكد لفارس إنه مش عايز اللي حصل لبنته يحصل لدرة، وبيطلب منه يدعي ربنا لأنه عنده الشفاء لكل داء. وفي اللحظة دي بتسترد درة وعيها. وبعدها بنشوف خالد وهو بيحاول يتواصل مع رنا، ولما ما بيقدرش يوصل لها بيكلم والدتها، وبيتصدم لما والدتها بتبلغه إنها ماتت. وبنعرف إن رنا كانت بتحاول توصل لحقيقة مروة وده هو سبب موتها. والصبح بتتفاجئ جينان لما بتشوف فارس بيقفل الباب على درة وزينب، ولما بتسأله عن السبب بيأكد لها إنه بيعمل كده عشان مصلحتهم. فبتشك جينان إن الشيخ سليمان هو السبب، فبيأكد لها فارس إن الشيخ راجل صالح ومش دجال، وبيديها المفاتيح وبيطلب منها ما تفتحش الباب إلا للضرورة ولو حصل أي حاجة تكلمه. وبعد شوية بيوصل فارس لكافيه عشان يقابل خالد، وبيتصدم لما خالد بيبلغه إن رنا ماتت في حادثة عربية امبارح، وبيقول إنه شاكك في الموضوع. فبيستغرب فارس وبيسأله هو شاكك في إيه والبنت ماتت في حادثة. فبيبلغه خالد إن اللي مشككه إن رنا ماتت في مكان قريب من قصر عنبر، وبيحكي له إنها كان بيتكلم معاه في كل حاجة بتحصل في البيت، وهي كانت شايفة إن مروة هي السبب. وراحوا مع بعض وقابلوا واحد من جيران عيلة عنبر، وكان راجل غريب وحاولوا يتكلموا معاه بس طردهم. فبيطلب منه فارس إن الموضوع يفضل سر بينهم، وبيوعده إنه هيعمل تحرياته وهيجيب له كل المعلومات. وبالليل بيدخل الجن اللي بيظهر للشيخ سليمان لغرفة زينب وبيقنعها إنه هيوديها لابنها اللي مات. وفي نفس الوقت بتصحى جنان من النوم وبتتفاجئ إن الجنية بتهاجمها وبتحاول تخنقها، وفجأة بتختفي. وبعدها بيوصل فارس لبيت سليمان وهو معاه كل الملفات اللي تخص بيت عنبر، وبيكتشف إنهم ما عندهمش بنت اسمها مروة. فبيطلب منه الشيخ يدور في عيلة الأم لأنها ممكن تبقى أخت غير شقيقة. فبيكتشف فارس إن مروة جنية وهي اللي قتلت بيت عنبر وعيلة الأم. وفي اللحظة دي بيحاول الشيخ يسيطر عليه وينصحه ما يتصرفش أي تصرف متهور، لأنهم اتفقوا من البداية يتصرفوا مع بعض ويبقوا ضد الباطل. وفي الوقت ده بتدخل مروة لغرفة خالد وبتحاول تقرب منه، ولما بيرفض وبيطلب منها تخرج بتترمي على الأرض وبتصرخ وبتدعي إنه بيحاول يعتدي عليها. فبيدخل مراد وهو منفعل
وبيبدأ يتخانق مع خالد وبيرفض يسمعه وبيزقه غصب عنه، فبيتخبط في راسه وبيموت. فبينهار مراد وبيبقى مش مصدق انه قتل اخوه. فبتحاول مروه تقنعه انهم ياخدوا جثه خالد ويدفنوه من غير ما حد يحس بيهم عشان الشرطه ما تقبضش عليه ووالدته تموت بحسرتها. وبيقتنع مراد بكلام مروه وبياخد جثه اخوه وبيدفنها في مكان بعيد، وبيرجع البيت وهو منهار وبيدخل عشان يغسل ايده من الدم. فبيكتشف ان الحنفيه بتنزل دم وبيقع على الارض وهو مرعوب وبيرتجف من الخوف. وبتدخل مروه وبيقول لها انه شايف دم في الحنفيه، فبتهديه وبتاكد له انها مش شايفه حاجه وبتساعده عشان يخرج. ولما بتلاحظ انه منهار وبيتكلم عن اخوه اللي قتله بايده، بتديله حبايه مخدره عشان يقدر ينام. وفي الوقت ده بيوصل فارس البيت وبيكلم سليمان وبيبلغه انه هيعتقل مروه. فبيطلب منه سليمان يهدى ويتصرف بالطريقه اللي اتفقوا عليها، لان مروه شطانه وجيوش العالم مش تقدر عليها. وبيحذره انه لو اتصرف بتهور ممكن تنتقم منه ومن كل عيلته. فبيسألوا فارس لو هي فعلا لعنة لعيلته ليه قتلت رنا حبيبة خالد. فبيبلغوا الشيخ ان رنا ممكن تكون كشفت حقيقتها وعشان كده ماتت، وبينصحه يدخل البيت ويطمن على عيلته، وبيأكد عليه ما يفتحش الباب لمراته وبنته. وعلى الناحية التانية بنشوف مراد وهو بيصحى من نومه خايف، وبيظهر له الشيطان وبيحاول يخنقه وبيأكد له انه هيموت هو وكل عيلته. وبيحاول مراد يصحي مروة، فبيتصدم لما بيشوفها بشكل مرعب وبتختفي فجأة وبترجع مرة تانية وبتحاول تخنقه. والصبح بتكتشف جينان ان خالد ما باتش في اوضته، فبتتضايق جدا وبتنزل وهي حزينه. ولما بتقابل مروه بتاكد لها ان خالد اول مره يبات بره البيت، وبتبقى خايفه يكون عمل في نفسه حاجه بسبب المشاكل اللي في البيت وموت رنا حبيبته. فبتاكد لها مروه ان خالد عاقل واكيد مش هيعمل كده. وبعدها بتقرر جينان تتصل بخالد عشان تطمن عليه. فبترد مروه على تليفونه وبتقلد صوته وبتاكد لجينان انه مش هيرجع البيت غير لما اعصابه تهدى، وبتتعمد تكلمها بطريقه قاسيه ومختلفه. وبعدها بنشوف فارس ونام في العربية وبيظهر ان غلبه التعب ونام غصب عنه. وفي نفس الوقت بنشوف جينان وهي قدام غرفة زينب عشان تطمن عليها. فبتترجاها زينب تفتح الباب لانها جعانة وعايزة تاكل، وبتضعف جينان وبتفتح الباب. وفي اللحظة دي بيدخل فارس وبيحاول يمنعها لكنه بيفشل. وبيتصدموا لما بيشوفوا زينب حاطة سكينة على رقبتها وبتنتحر، وبيظهر ان الشيطان قدر يسيطر عليها. وبالليل بتوصل جينان لبيت الشيخ سليمان وبتأكد له انها تايهة ومش عارفة تتصرف. فبيواسيها الشيخ وبيحاول يهديها. فبتوري له جينان كراسة الرسم بتاع الدرة وبتقول له ان هي الوحيدة اللي كانت بترسم اللي بيحصل وقررت توثق كل حاجة بالرسم. فبيشرح لها الشيخ ان درة طول الوقت كانت بتحاول تنبههم بس هما محدش فيهم انتبه. فبتقول له جينان انها ندمانة لانها دخلت البنت دي بيتها وكانت طول الوقت حاسة ان في حاجة غلط بس كانت بتكذب نفسها. وبيأكد لها الشيخ ان النفس البشرية ضعيفة، ولما الايمان بالله بيضعف الشيطان بيقدر يسيطر، وبينصحها ان ايمانها بالله يبقى اقوى عشان تقدر تطرد اي شر. ولما بتسأله جينان المفروض تتصرف ازاي، بيعرفها ان الشيطانة دي مش هينفع في مواجهتها اي حاجة غير الايمان بالله، وبيطمنها انه هيساعدها ويتوكلوا على الله عشان يحموا اللي باقي من عيلتها. وتاني يوم بنشوف مراد وهو شايل درة ونازل بيها، وبيظهر انها خايفة جدا وبتصرخ وبتنادي على والدها. وفي الوقت ده بتظهر مروة بشكلها المرعب، وبيدخل فارس ومعاه جينان والشيخ سليمان. ولما بيحاول فارس يتدخل عشان ينقذ بنته بيمنعه الشيخ وبيطلب منه يقف مكانه وبيبدأ يقرأ قرآن. وفي اللحظة دي بتظهر لهم مروة وبتقول لهم انهم اتأخروا، لكن الشيخ بيقول لها انهم ما اتأخروش وجايين ينتقموا منها لانها مش تقدر تأذي العباد الصالحين. فبتسخر مروة من كلامه وبتأكد له انهم كلهم ذنوب. فبتسألها جينان ذنوب ايه اللي تخليها تعمل فيهم كل ده. فبتواجهها مروة بانها لما كانت عايزة تجوز فارس لزينب وكانت عارفة ان فارس بيحب بنت تانية، راحت لساحر عشان تخليه يحب بنتها ويخطبها، وقبل ما زوجها يموت خليته يكتب كل املاكه وشركاته لاولادها ويحرم اخواته من الميراث. وبتفكرها انها لما وافقت تجوزها لابنها وافقت لما عرفت انها بنت عيلة عنبر الاغنياء. وكمان لما قابلتها اول مرة كانت لسه سائلة بتطلب منها مساعدة وهي رفضت، مع ان الدين بيوصي بمساعدة المحتاجين. فبتأكد لها جينان انها كان المفروض تنتقم منها هي مش من ولادها، وبتسألها عن خالد وعن اللي بتعمله في مراد. فبتقول لها ان مراد بقى قبيل اللي قتل اخوه ودفنه، وبتأكد لها انها دلوقتي المفروض تقتله. فبتنهار جينان وبتبقى مش مصدقه ان ابنها قتل اخوه لانها متأكدة انه بيحبه ومش ممكن يأذيه. وبيسألها فارس لو هي فعلا اللي قدرت تعمل كل ده ليه ما اذيتوش هو. فبتقول له مروة هي ممكن تأذيه ازاي اكتر من انها تخلي مراته تنتحر قدامه ويفقد ابنه من قبل ما يشوفه، ودلوقتي بيشوف بنته وهي بتموت. وبتبدأ تتكلم مع سليمان وبتأكد له ان اكبر متعة عاشتها لما قتلت بنته قدامه. فبيقول لها سليمان ان البشر عادي يغلطوا وربنا بيقبل التوبة، وبيبقى فاهم ان كل كلامها ده عشان تضعف ايمانهم اكتر وتقدر تسيطر عليهم. وبيطلب من جينان وفارس يرددوا الدعاء وراه.
فبيظهر الغضب على مروة وبتقدر توقع الشيخ وبيفقد الوعي، وبتحاول تقتل جنان، فبيتدخل فارس وبيضربها بالرصاص لكنها مش بتتأثر، وبتدي أمر لمراد إنه يقتل فارس، وبتقرب من سليمان وبتأكد له إنها هتنفذ وعدها وهتقتلهم كلهم. وبيبدأ الشيخ يسترد وعيه، وعلى الناحية التانية بنشوف مراد وهو بيحاول يعتدي على فارس، وبيقدر فارس يكتفه برغم قوته الغريبة. وبتخرج جنان وبتطلب من مراد ما يستسلمش للشيطانة ويفوق من اللي هو فيه، فبيرجع مراد لوعيه وبيبقى مش فاكر أي حاجة من اللي حصل. وبنرجع وبنشوف مروة وهي بتقول للشيخ بإنها بتقتل البشر من غير ما تمد إيدها على حد، لأنها بتخليهم يقتلوا بعض، بس المرة دي لازم تقتله بإيديها لأنه يستحق الموت. وفي اللحظة دي بتتدخل جنان ومعاها فارس ومراد وبيقروا قرآن، فبيظهر على مروة الضعف وبتحاول تستعطف مراد وبتفكره إنها زوجته اللي بيحبها، لكن مراد بيواجهها بإنه عرف حقيقتها وتأكد إنها شيطانة عايزة تخرب البيت من أول ما دخلته. وفي اللحظة دي بتقرر مروة تتخلص من مراد وبتقتله، وبتقرب من جنان عشان تقتلها، فبتتحمى جنان في المصحف وبتقدر تبعدها عنها. وبعدها بيقدر الشيخ سليمان يستجمع قوته وبيمسك السيف اللي يشبه ذو الفقار، سيف سيدنا علي بن أبي طالب، وبيقدر بيقتل الشيطانة اللي تسببت في خراب ودمار بيوت كانت هادية وموت ناس كتير أبرياء. والفيديو ده كتبته شيماء محمد وسجله محمد طاهر، ده اللي هو أنا يعني.